هو التفكير في الانتحار غلط؟ بص، انا فعليا فكرت في الانتحار واكتر من مره. يمكن بدا الموضوع معايا في الثانويه العامه مع الضغوط ومع الهاله الكبيره اللي كانت معموله للدراسه في الوقت ده، وان لازم بقى تنجح وتحقق مش عارف ايه وتخش كليه قمه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. قلت هو انا عايش ليه يعني، وايه لازمتها وبتاع. بس ساعتها كان تفكيري في الانتحار في المرحله دي، كان الوعي لسه صغير، ما كانش تفكير ان انت تروح وتنط مثلا من الشباك او تشرب سم، لا، كان تفكير ان انا قاعد منتظر الموت. يعني كنت كل يوم كده مستني ان انا الدنيا تنتهي يعني او اموت. بعد ما تخطيت المرحله دي وعديتها ودخلت الجامعه واتبسطت وبتاع، ابتدت تراودني شويه افكار الانتحار. ماذا بعد يعني؟ هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هي ممكن اصلا تكون الدنيا ايه يعني عارف، حاجات كده، هواجس كتير قوي. وفكرت وحسبتها، طب انا لو انتحرت دلوقتي عشان اخلص من اللي انا فيه ده، هو انا عارف المجهول ايه يعني؟ انا عارف اللي بعد المرحله دي هيبقى ايه؟ ما كنتش بلاقي اجابات مقنعه ليا على الاقل يعني. ولكن خليني اقول لك ان التفكير في الانتحار في حد ذاته هو نوع من العقلانيه. على راي كده عمرو عبد الجليل لما قال له انا بفكر في الانتحار، قال له لا ما تعملش في نفسك حاجه. قال له لا انا بفكر بس انا ما قررتش ان انا انتحر يعني. اللي عايز اقوله لك، لما جيت حسبت الموضوع لقيت طيب هو مش ممكن لو انا اتخلصت من حياتي دلوقتي والحياة بتاعتي تنتهي وانا كده بعمل امر او بعمل اوردر منافي لقوانين الاله ومنافي لقوانين الطبيعة، لان اللي اوجدني في الحياة دي اكيد اوجدني لسبب، واللي اوجدني ده هو قادر على كل شيء ويقدر يعمل اي شيء في الدنيا. هو انا ايش ضمني ان انا لو مت وموتت نفسي فلما ارجع تاني او لما اتدفن ما ارجعش تاني؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش انت النهارده بتستعجل شيء فممكن اصلا تموت وتتجسد او تنزل بقى الدنيا بشكل ما او باخر وترجع تاني، وبرضه مش هتلاقي نفسك خلصت من الحياه اللي انت عايشها. ولكن لقيت مبرر قوي يخليني اطلع كده في فلسفه الانتحار. بعد ما بحثت في الموضوع وقفت عند حاجه كده تقدر تقول اسمها فلسفه الانتحار. هتلاقي ان اللي بينتحر في ناس فقيره جدا بتنتحر، وفي ناس غنيه جدا جدا. يمكن اكبر نسبة انتحار موجودة في أوروبا وخصوصا في سويسرا، اللي هي معدل الدخل فيها أعلى من معدل أي دخل في العالم يعني. سويسرا يا جماعة، وفيها برضو معدل انتحار عالي. ده بالعكس، دي البلد الوحيدة يمكن من ضمن 3 بلاد اللي فيها مستشفى للانتحار. يعني أنت تروح تاخد حقنة كده، وتعمل عليها أفلام كتير الموضوع ده، اسمه الموت الرحيم، إن هم يدوك حقنة عشان تخلص من حياتك. قعدت أدعبس في الموضوع لحد ما توصلت لحاجة كده. فكرة الانتحار نوعا ما بتيجي بسبب إن أنت عايز تتخلص من الحياة. ولكن تعال نخش في الموضوع جوه شوية، هتلاقي إن أنت لو أنت غني قوي فانت وصلت لمرحله من الشبع، من ان انت مش لاقي حاجه عشان هتعيش، من ان انت خلاص عملت كل حاجه في حياتك، فانت عايز تنتحر عشان تتخلص من اللايف ستايل او من حياه الغنى دي. وده اول نوع. النوع الثاني، واحد ممكن يكون اهله ضاغطين عليه، اهلها ضاغطين عليها، فمن كتر القيود اللي عليها تم تقييد حريتها او حريته بشكل ما او باخر، فقرر ان هو يتخلص من حياته. ونوع تاني هو حاسس ان هو عايش بلا سبب، هو اصلا ملوش لازمه في الوجود، هو وجوده زي عدمه. فده برضو من ضمن الناس اللي بتفكر في الانتحار. وفي ناس من ضمن يعني بتوصل للانتحار بسبب الاكتئاب الزائد، يعني بيوصل في مرحله اكتئاب بقى، ديبريشن، ده مرض جدا جدا يعني، اشبه بمرض القلب والسكر. فبيحس ان هو خلاص الدنيا بالنسبه له nothing يعني، ولا حاجه، فانا عايز انتحر. لقيت وانا بقرا في كتاب كده حد اتكلم عن فلسفه الانتحار دي او شرح موضوع الانتحار بنظريه عجبتني شويه. قال لك الناس اللي بتنتحر عشان اغنياء وغاصوا في الغنى، هو كان محتاج يتخلص من حياه الغنى، فلو راح عاش حياه فقر وشاف الفقراء عايشين ازاي وابتدى ينزل لمستوى في المعيشه نوعا ما، كان ممكن يبقى اتبسط. عشان كده تلاقي مثلا فنانين كبار جدا معاهم مليونز اوف دولارز وبليونز اوف دولارز، رجال اعمال، بينزلوا مثلا افريقيا يعملوا جمعيات خيريه، ينزلوا يعيشوا وسط الناس اللي محتاجه او الناس الفقيره عشان يحصل توازن. انا مش هينفع ابقى عايش غني على طول، وبرضه مش هينفع ابقى عايش فقير على طول. فاللي بينتحر مثلا عشان خاطر الفقر هو نوعا ما محتاج يشوف حياه الغنى، بس هو الاسباب ما بتبلوش قوي او هو ما بيدورش عليها، فنوعا ما بيقول لك وانا عايش ليه الفقر والحياه دي كلها. فانت لو سعيت واجتهدت واشتغلت ورحت عشت شويه في حياه الغنى، فهتلاقي نفسك ان انت يعني غنى، يعني انت مغطي اغلب الحاجات اللي انت عايزها، يعني ما بتعطلش عليها. النوع الاخير وهو الاكتئاب، ده مش هقول علاجه او مش هقول ان هو بسبب البعد عن ربنا او بسبب البعد عن الدين، لا مش خالص خالص. هو يمكن الفاليو بتاعت الحياه مش واضحه قوي. يعني خليني اقول لك مثال، نوعا ما الانسان اللي بيبقى عنده كوميتمنت شويه او عنده مجموعه التزامات في حياته، حاسس ان هو
عشانها لازم يعيش ولازم يأدي مسج معينة، طبعا عشان خاطر الإله قبل أي شيء، ولكن في مجموعة أسباب أرضية زي مثلا زي مثلا أب، زي مثلا ابن، زي مثلا زوجة، زي شغل، زي تدرجات في الحياة مجرد ما بتخش فيها بتحس بالفاليو. فهو الفكرة كلها ان التفكير في الانتحار مش غلط، فكر عادي جدا، ربنا اداك الحياة دي وانت معاك كامل حريتك ان انت تتصرف فيها زي ما انت عايز. يعني انت لو جيت تنتحر ايدك وعينك ورجلك مش هتقولك لا، عادي هتقدر تعمل ده. ولكن تعال نبص، مين ضمنك او ايش ضمنك ان انت لو مت وانتحرت ربنا ما يحياكش تاني، وهو على كل شيء قدير وقادر على كل شيء، هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ففي حياة ممكن تجي لك تاني وتنزل برضو تعيش في نفس الحياة اللي انت عايشها. ولكن الانتحار هنا لو فكرت فيها هتلاقي ان مش سببه هو التخلص من الحياة الإجمالية، هو التخلص من حياة جوه الحياة، وغالبا بتبقى حياة دنيا. يعني حياة دنيا يعني حياة سفلى، حياة ما فيهاش قيمة قوي. يعني واحد بقى معاه فلوس كتير، بقى يسهر ويشرب وحريم، بيعمل كل حاجة، فهيكتئب. ففكرة ان انت تاخد القرار عشان تتخلص من الحياة كلها، لا، فكر يا صديقي العزيز، هتلاقي ان انت عندك جزء جوه الحياة، حياة بقى غنى، فمحتاج انت تنزل شوية تعيش في ايه، في حياة الفقراء وتتبرع بفلوسك. حياة فقر، فمحتاج تشوف الناس اللي اختنوا عملوا ايه عشان تحط فاليو كده ان انت تبقى انسان غني ومعاك فلوس، والفلوس دي تستخدمها في الاعمار او تستخدمها في النفع، فتساعد المجتمع وتساعد ناس كتيرة جدا. لان كده الحياة هتنتهي، يعني كله رايح. على رأي مش فاكر كان اسمه ايه، قال لك كله رايح. فانت فكرة ان انت تستعجل شيء قبل اوانه، مين قال لك ان انت ما ترجعش تاني؟ دي اول حاجة. الحاجة التانية، فكر بالظبط ايه اللي جوه مضايقك واشتغل عليه، هتحس بقيمة للحياة. وإلا لو كده ما كان كل الناس بقى خلصت من حياتها. الموضوع الأكبر إن أنت هنا بترفض أمر أو أوردر أو رسالة ربك سبحانه وتعالى أو إلهك بعتك عشانها. إيه الرسالة دي؟ بشكل سريع وملخص بدون ما نخوض في الموضوع، تكون مش بتنفذ تعليم الإله بس. واحد كان كتب في كتاب قبل كده إن أنت عايز تعرف قيمتك في الحياة، تخيل نفسك وأنت على خشبة الموت ورايح تدفن، نفسك الناس تقول عليك إيه في اللحظة دي. يعني لو نفسك الناس تقول عليك ده راجل كريم، ده راجل كان خير، ده راجل كان محترم، ده راجل كان أخلاق، ده راجل كان ايا كان الصفات دي، هي دي القيمه او الفاليوز اللي انت محتاج تشتغل عليها في الحياه عشان تتخلص من فكره الانتحار. فاللي بيفكر ينتحر مش بيفكر يخلص من حياه كليه، ولكن بيبقى بنسبه كبيره جدا 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 بيلاقي ان هو محتاج يخلص من حياه جوه الحياه الكبيره. فلو راح لعكس الحياه دي، يعني لو هو فقير اشتغل بقى غني، نوعا ما الفكره لا، هيلاقي في حياه جديده. لو هو غني فنزل لحياه المحتاجين ويساعد الفقراء، فهيلاقي فاليو في الموضوع ده، ان هو يربي ابنه، ان هو يربي بنته، ان هو يساعد والدته، يساعد والده. كل الفاليوز دي فاليوز عظيمه جدا جدا جدا، تدي قيمه للحياه. فمش غلط ان انت تفكر في الانتحار، اكبر غلط ان انت ما تفهمش انت ايه الحياه اللي انت حابب تعيشها. فلو في حياه مضايقاك، روح غير الحياه دي، هتلاقي فيه فاليوز او قيم كتيره جدا طلعت لك تخليك لا، انا متمسك بالحياه. وكده ما تستعجلش، لان كله رايح. ربنا يحفظكم يا رب. لو شفت حد فكر او اتكلم معاك في موضوع الانتحار، يعني عرفوا الكلمتين دول، وارد يساعدوه في حياته ويبقى اصلح واسعد انسان في الدنيا. لان في احصائيات عملت ان تقريبا 90% من الناس اللي فكروا في الانتحار وراحوا خدوا خطوه تراجعوا بنسبه 80% او 85% في اللحظه الاخيره، وكملوا حياتهم وبقوا اسعد ناس في الدنيا وعرفوا القيمه بتاعت الحياه. فلو عندك تفكير في الشيء ده، اعرف ان في قيمه من قيم الحياه حضرتك مفتقدها. فما تدمرش بيتك اللي هي الحياه كلها عشان خاطر فار صغير دخل البيت. ما ينفعش فار يخش البيت فاحنا نحرق البيت كله، لا، احنا هنجيب مصيده للفار نتخلص منه ونستمتع بالحياه. ربنا يحفظكم ويرزقكم حياه كلها خير في الدنيا وفي الاخره باذن الله. السلام عليكم.